اهلا وسهلا بكم متتبعي الاوفياء لقناه عالم التوأم. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنحمر اللحم في الكوكوط بدون نقطه ديال الماء ولو واحده. صراحه هاد الطبق كيجي غزال، كيجي رائع، مذاق هائل. كيفاش غنشويو اللحم في الكوكوط وكيفاش غاديه نبخر هذيك الخضره اللي كتشوفوا معايا مبخره ومشرمله في نفس الوقت في الكوكوط بدون تعب، بدون مجهود، بدون روينه، بدون كل شيء. مهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وغادي تشوفوا كل شيء وغادي تكتسبوا واحد المهاره زوينه باش غادي تبقاو توجدوا هاد الخضره كيف كتشوفوها مشرمله مبخره ومشرمله واجده في نفس الوقت بلا ما تضلي تروني وتبخري وتشرملي شحال من حاجه. مهم غنديروا هادشي كله في دقه واحده. يلا كملوا معايا الفيديو الاخير وندوزو المقادير. عندنا اللحم كيف كتشوفوا معايا، ها هو اللحم مغسول ونشف، مهم على حقه طريقه. هاد اللحم البنات غادي نديرو في الكوكوط، يعني غادي يتشوى يتبخر ويتحمر في الكوكوط. غادي ندير له كيف كتشوفوا معايا، كندير له قزبر حبوب مطحون، ها هو كنرشو بقزبر مطحون، يعني قزبر حبوب مطحون رشيتو به. وغادا ندير له الملح، وغندير له القليل من الزعتر، شويه ديال الزعتر، بغيتي ديريه ما بغيتيش ديريه كيبقى اختياري. المهم مهم كيف كتشوفوا معايا انا كنرش له شويه ديال الابزار، قليل من الابزار، الملح. الا بغيتوا البنات تستغنوا على هادشي كاع كامل ما ديروش، بغيتو ما ديروش هادشي ما ديروش، يعني بلا ما تحتاجوا ديروا مع شي حاجه من غير الملح صافي وديروه كيتبخر. عندي هذا شويه ديال الزعفران شعره، درتو في واحد الكاس ديال الماء اولا كاس الا ربع ديال الماء. وعندي الحامض كتشدوه يا اما مصير ولا الحامض عادي، قطعته انا دوائر ودرته في الكوكوط لتحت. صراحه كيعطي واحد اللوغو زوين، واحد المذاق هائل لهذا اللحم. درت اللحم في الكوكوط، خويت عليه هذيك المية ديال الزعفران. تقريبا بغيتو ديروا غير نص كاس ديروا، مهم نتوما والاختيار ديالكم. تنسدوا عليه الكوكوط وكتكون النار مهيله، يعني العافيه ناقصه بزاف لاقصى درجه، ولا جهدوه في الاول حتى تحسوا الكوكوط كتصفر ونقصوا. صراحه هاد اللحم كيجي شهوه منه، ما غاديش نشهيكم فيه، كيجي غزال، يعني كاع ما تحتاجي تبخري وتشوي كل شيء في دقه واحده. يعني غادي يتشوى وغادي يتبخر وغادي يتحمر كل شيء. المهم صراحه كيجي زوين، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى طبقوا الطريقه. كتشوفوا معايا انا حطيته على نار دابا مهيله بزاف وغندوز للشلاضه. الشلاضه عندي البنات كيف كتشوفوا معايا، عندي هذه بطاطا هنا، ها هي قطعتها وغسلتها مربعات صغارين، يعني متوسطين الحجم، ماشي كاع صغار، متوسطين الحجم. اي خضره بغيتو تستعملوها في الشلاضه غادي نستعملوها، بحال البطاطا، بحال الخيزو، بحال الكورجيت، بحال البروكلي الا كان عندكم اي حاجه. مهم دابا من بعد ما قطعت الخضر، ها هي عندنا البطاطا، عندنا هادو التوابل اللي غادي نستعملو في البطاطا والخيزو والكورجيت اللي هما قليل من الزيت، شويه الزعتر، التحميره، شويه الحار، الربيع، الثومه باش غنشرملو هذيك الخضره. عندنا القرعه مقطعه دوائر والخيزو مقطع محيدين له داك القلب ديالو ومقطعينه حتى هو على هذا الشكل كيف كتشوفوا. في التوابل كنديروا شويه الملح، شويه الزعتر، شويه ديال زيت البلديه، شويه التحميره، شويه ديال الحار، الثومه محكوكه. المهم داكشي اللي كنشرملو به بحال الشرموله ديال الحوت. قزبر مقطع. هادشي كامل البنات كيف ما شفتوا انا قطعتهم وغسلتهم ونشفتهم وحطيتهم هكا. غادي نجيبوا واحد البانيو، مهم غادي نجيب واحد البانيو او لا طاوه، غادي نديروا فيها هاد الخضره كامله كيف كتشوفوا معايا. درت البطاطا وغادي نضيف ليها القرعه وغادي نضيف الخيزو يعني الجزر نقطع على هاد الشكل كيف كتشوفوا، وغادي نضيف هادوك التوابل ها هما كيف كتشوفوا. في عوض ما حتى نبخروها وعاد نسوطيوها غادي نخلطوها مزيان بالتوابل ونديروها في كوكوط مباشره. المهم خلطنا مزيان هاد العناصر كيف كتشوفوا هاد الشكل، يعني فيديو واضح هو شارح نفسه بنفسه.
خلطناها مزيان. من بعد ما خلطناها البنات غادي نديروها في واحد الكوكوط غنديروها فيها، وما غادي نديرو حتى الا بغيتو كاع غديروا نص كاس ديال التلمه، ما بغيتوش ما ديروش، المهم ما غاديش تحتاجوا. بغيتو ديروا غديروا واحد القرعه اصلا كطلق الماء، غديروا واحد نص كويس ديال التلمه مع هاد الخضره صافي، وكديروها حتى هي في نار مهيله. ها هي من بعد ما درتها في الكوكوط غنحطها على النار تكون ناقصه لاقصى درجه، ونسدو ونديرو الصفار. والمهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق كيف كتشوفوا معايا. صراحه كيجي اللحم طايب، صراحه طايب مزيان بمعنى الكلمه. الخضره ها هي مشرمله، ما نعاودش لكم على ما طق فيها، كيجي غزال. كنتمنى تجربوا هذا الفيديو، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، واللي ما مشتركش عندي في القناه مرحبا والف مرحبا بالاشتراك ديالو بتفعيل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد ان شاء الله. ونتلاقاو فيديو جديد في قناه عالم التوأم. شكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء.